السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام إن شاء الله. في البداية ما تنساش الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لو كنت أول مرة تشوفني ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنتعرف على آخر صفقات نادي الأهلي السعودي وآخر أخبار نادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 18/7/2023. ونتمنى من عشاق وجماهير نادي الأهلي السعودي أن يدعموا الفيديو بلايك ويشتركوا في القناة. نتكلم على آخر تطورات صفقات نادي الأهلي السعودي، وهي صفقة رياض محرز وساديو ماني وزيلينسكي. أشارت تقارير صحفية أن تفيد أن صفقة زيلينسكي باءت بالفشل، وأن التقارير أشارت أن زيلينسكي رفض عرض نادي الأهلي السعودي وانتقل من نادي نابولي إلى نادي لاتسيو داخل الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم. أشارت التقارير الصحفية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني بعد موافقته بالانتقال إلى نادي الأهلي السعودي وافق على العرض الذي قدمه نادي الأهلي السعودي له. بعد ذلك حاول التفاوض، أو نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات لضم اللاعب السنغالي ساديو ماني، مما أدى ذلك إلى أن ساديو ماني رفع المبلغ الراتب الشهري له من نادي الأهلي السعودي. والأيام القليلة المقبلة سوف توضح ما هي صفقة انتقال ساديو ماني إلى الأهلي السعودي، ولكن رفع راتبه بعد ما وافق على عرض نادي الأهلي السعودي. رفع الراتب ولا يريد العرض الأول. كما أن نادي بايرن ميونخ يريد مبلغ قدره 30 مليون يورو للتفريط في اللاعب السنغالي والانتقال إلى نادي الأهلي السعودي. بالنسبة لصفقة رياض محرز، صفقة رياض محرز غامضة حتى الآن. فنادي مانشستر سيتي العرض الأول رفضه من نادي الأهلي السعودي، وبالرغم أن هناك مؤشرات إيجابية تفيد أن رياض محرز سوف ينتقل للأهلي السعودي، خاصة أنه سوف يسافر إلى دبي للخضوع للكشف الطبي. ولكن حتى الآن نادي مانشستر سيتي، وبالرغم أنه رياض محرز موافق للانتقال إلى الأهلي السعودي، ولكن مانشستر سيتي يريد عرضا آخر أكبر من العرض الأول. وهناك تقارير صحفية تفيد أنه مانشستر سيتي يريد حوالي 30 مليون جنيه استرليني للتفريط في رياض محرز وانتقاله إلى نادي الأهلي السعودي. والأسبوع القادم سوف تتضح أمور أيضا صفقة رياض محرز انتقاله أو لا إلى الأهلي السعودي. بخصوص اللاعب السوري الدولي عمر السومة، حسم الأمر النادي الأهلي السعودي ولا يريد عمر السومة في موسم 2024، خاصة بعد ضم اللاعب البرازيلي ونجم ليفربول الإنجليزي السابق روبرتو فيرمينيو. هناك مؤشرات أو تقارير صحفية تشير إلى أن عمر السومة سوف ينتقل إلى دوري نجوم قطر، وخاصة وبالتحديد نادي العربي القطري. آخر خبر معنا، المدير الفني الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي السعودي سابقا في دوري يلو الموسم السابق، قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد نادي الأهلي السعودي بسبب أن نادي إدارة الأهلي السعودي فسخت التعاقد مع موسيماني من طرف واحد. وينص عقد موسيماني أنه يتم التجديد تلقائيا وصرف مكافأة كبيرة في حالة نادي الأهلي السعودي انتقل من دوري يالو السعودي إلى دوري روشن السعودي، وأنه لم يأخذ راتبه. قدم في الشكوى أنه لم يأخذ راتبه لمدة 6 أشهر كاملة من نادي الأهلي السعودي الموسم السابق.